صاحب شركة قرر ان هو يتخفى عشان يعرف المحلات بتاعته بتخسر ليه، بس اكتشف اسرار خطيرة عن شركته. شركة موديلز دي شركة بتبيع بالتجزئة للملابس والاجهزة الرياضية لعلامات تجارية كبيرة زي نايكي وريبو. في الوقت ده الشركة كانت بتبيع لاكتر من 10,000 عميل، وبتحقق ايرادات حوالي 700 مليون في السنة، وعدد الموظفين حوالي 500 موظف، وكانت تعتبر من اقدم الشركات للملابس الرياضية في امريكا، وليها 154 فرع في 11 ولاية. لكن مش كل الفروع كانت بتكسب، كان في فروع معينة بتخسر من غير ما حد يعرف السبب. فقرر صاحب الشركة والرئيس التنفيذي ليها ميتشل ان هو يتنكر عشان يعرف سبب الخسارة دي ايه. فالشركة اعلنت ان في برنامج بيتصور عن شخص بيحلم ان هو يفتح مشروعه الخاص، وهيشتغل شوية مع الموظفين عشان يقيموه اذا كان هو يستحق التمويل ولا لا. والمصورين اكدوا للعمال ان وجود الكاميرات سببه البرنامج. اخونا ميتشل غير شكله لدرجة إن عياله أول لما شافوه معرفوهوش. المهم ميتشل خد شنطة سفره وسافر على ميرفورد. الفرع ده كان فاتح بقاله 5 سنين بس ما كانش بيبيع، وقلل العمالة بس ما كانش فيه نتيجة، فما كانش قدامه غير إن هو يكتشف سبب قلة البيع. فراح هناك عشان يقابل جيمس المدير المساعد للفرع، واخترع له قصة إن هو كان صاحب محل بيتزا اتقفل من 6 شهور، وكان بيغير نبرة صوته عشان محدش يكتشفه. جيمس خده وبدأ يعلمه الشغل وإن هو إزاي يقابل الزباين. فميتشل لقى إن جيمس موظف محترم وعنده ضمير وبيهتم بالزباين، بس في مشكله ان مفيش مبيعات لسه، وليه الزباين بيدخلوا بس ما بيشتروش. جيمس قال له ان الناس اللي بتيجي بتسال دايما على بضاعه مش موجوده. فميتشل قال له طب ليه ما بتطلبوش من الفرع الرئيسي؟